شباب الأخبار، ده حل الامتحان الإلكتروني الشامل على فصل الدعامة وفصل التنسيق الهرموني والهرمونات. تمام. الامتحان حقيقي فيه أسئلة سهلة كتير وفيه أسئلة فيها أفكار، فهو متوازن، يعني مش حاجة صعبة ولا حاجة سهلة. أول سؤال بيقولك نقل السيال العصبي من النهاية العصبية اللي هي كانت دي للليفة العضلية اللي هي كانت دي يحتاج أو يتأثر ببعض الهرمونات. طبعا أنت كان عندك هنا الكالسيوم جيتس أو بوابات الكالسيوم، وهنا بوابات الصوديوم ودخول الصوديوم، فهنا صوديوم وهنا كالسيوم وهنا صوديوم، ففي ايونات هنا بتحتاج الباراثرمون او بيأثر على الكالسيوم الباراثرمون او الكالسيتونين، وهنا بيأثر على الصوديوم الدوستيرون، فاكيد العبارة هتبقى صحيحة هنا. ده اول سؤال. السؤال التاني، الخلايا الحويصليه في البنكرياس. فاكرين احنا قلنا البنكرياس ده في جزر اسمها جزر لانجرهانز وفي خلايا اسمها خلايا الحويصليه. الخلايا الحويصليه دي بتفرز العصاره البنكرياسيه، اما جزر لانجرهانز فيها نوعين من الخلايا الفا وبيتا، دول بيفرزوا هرمونات. فركز وانت بتقرا الكلام، هنا بيقول لك خلايا الحويصليه، يبقى دي بتفرز العصاره البنكرياسيه. تفرز انسولين ولا جلوكاجون ولا جلوكاجون ولا انسولين، ولا تفرز عصاره بنكرياسيه؟ لا، هي عصاره بنكرياسيه، مش محتاجه اي حاجه السؤال ده. زيادة حموضة المعدة بسبب الجاسترين قد تسبب قرحة. عبارة صحيحة. احنا قلنا الجاسترين ده بيخلي المعدة تفرز عصارتها. ايه عصارة المعدة؟ HCl زائد البيبسينوجين. بيبسينوجين اللي بيتنشط ويبقى بيبسين عشان يهضم البروتين. فعندك ال HCl ده حامض، والحامض ده قد يسبب قرحة في المعدة. اي مادة حامضية بتسبب حموضة في المكان اللي هي موجودة فيه. تمام يا شباب. السؤال اللي بعده، أي الآتي ثابت دائما؟ مين من دول من المناطق دي ثابتة في القطعة العضلية اللي هي الساركومير؟ المنطقة إيه يا شباب؟ ولا المنطقة اتش ولا المنطقة اي؟ المنطقة اللي ثابتة هي المنطقة ايه. اتفقنا ان الايه ثابتة لان الميوسين ثابت، فاللي بيتحرك هي بدايتها من اول الميوسين لاخر الميوسين، فاللي بيتحرك الاكتين، فانت هتبقى عندك الاي دي دايما ثابتة. لكن الاتش بتقل وكمان بتختفي الاتش دي عند الانقباض الشديد او التام زي ما قلنا، والمنطقة اي بتقل، يبقى كله بيقل ما عدا في الانقباض، ما عدا المنطقة ايه بتفضل ثابتة. فركتوز يعبر للخلية دون الحاجة للإنسولين. ايه رأيكم في الجملة دي؟ عبارة صحيحة، لأن احنا قلنا الإنسولين مهمته يدخل مين جوه الخلايا؟ يدخل الجلوكوز، لكن الفركتوز شاطر ان هو بيدخل لوحده مش محتاج الإنسولين. دي عبارة صحيحة. سؤال كمان، أصيب شخص في حادث شجار بشومة، ضرب بشومة في رأسه، بعد ذلك أصبح يعاني من كثرة التبول، بدأ يدخل حمام كتير، فهنا السبب في ذلك؟ هل إصابة البنكرياس بجرح؟ هو اتضرب في البنكرياس ولا اتضرب في رأسه يا عم؟ لا، اتضرب في رأسه. يبقى القصة في مين؟ القصة في البيتيوتري جلاند او الغدة النخامية، الجزء العصبي منها بيطلع لنا الاي دي اتش. الاي دي اتش ده لما بيقل يبقى فيه بول كتير، بيبقى فيه بول كتير. فانت ايه اللي بيحصل لما اتضرب في دماغه؟ حصل مشكلة في الغدة النخامية ادت الى نقص الاي دي اتش، وبالتالي الشخص ده جاله مرض بول سكري كاذب اللي هو الدايابيتس انسيبيدس، ودي معلومة احنا شرحناها كتير. قد يصاب شخص بمرض البول السكري بسبب ايه؟ هل زيادة الكورتيزون ولا زيادة الانسولين؟ اولا البول السكري بيبقى بسبب نقص الانسولين. هل بسبب زيادة هرمون النمو؟ ملهاش علاقة. هل نقص الاي دي اتش الاي سي تي اتش؟ ملوش علاقة. هي زيادة الكورتيزون. واحد يقول لي ايه يا دكتور الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هل بتتفزلك علينا؟ لا، احنا قلناها زيادة الكورتيزون هتؤدي الى زيادة سكر الدم، لان الكورتيزون ليه دور في ايض المواد الكربوهيدراتيه، فلما يزيد سكر الدم كده البنكرياس بيطلع كميه انسولين مش قادره تواجه كميه السكر الكتيره في الدم، فيصاب الشخص بمرض البول السكري، مما يؤدي لنزول السكر في البول، وبالتالي بيسحب معاه ميه، وده بيسموه سكندري دايابيتس ميليتس، مرض البول السكري الثانوي نتيجه زياده الكورتيزون. عشان كده بنخاف جدا لما يبقى يحتاج الشخص للاسف ان هو يمشي على جرعات من الكورتيزون كماده مثبطه للمناعه، بنخاف ان هو يدخل في مرض البول السكري. وده مشكله الكورتيزون، دايما الناس تسمع عنه ان هو ليه مشاكل كتيره، بالذات لو تاخده فتره طويله، فممكن يجيب للشخص السكر. لو كان التركيب س وصاد يتركبان من نفس النسيج، يعني نفس النسيج اللي هو نسيج ايه احنا خدناه في المنهج كله، نسيج ضام، والتركيب عين يربط بينهما. ايه رايك في عين ده؟ عين ده يبقى رباط، وسين دي عظمه، وصاد دي عظمه. تمام، عظمة قابلت عظمة. فبيسألك هو على لام دي تبقى ايه؟ دي هتبقى مفصل، لأن المكان التقاء عظمتين أو أكثر هو ده المفصل. ده السؤال ده. تمام. السؤال اللي بعده، المسؤول عن اتزان أجسامنا عند النزول من منحنى أو منحدر. أنت نازل في مكان منحنى أو منحدر كده، مين اللي بيخليك تثبت في مكانك وتثبت رجلك؟ عضلاتك الإرادية اللي أنت تتحكم فيها، بتفرمل بجسمك، عضلاتك الإرادية. المنظر ده خلفي ولا امامي؟ انا شايف هنا لوح الكتف من ورا، وشايف ان هي مشقوقه نصين، في جزء فوق وجزء تحت، وهنا الترقوه من قدام مش ظاهره من ورا، والواضح هنا ده منظر خلفي، ده منظر خلفي واضح. المفروض هنا دي كده من ورا فظاهره قدامك،
لكن لو كانت انت المنظر امامي كنت شفت دي، كنت شفت الضلوع نفسها. العضلة منقبضة في أنهي حالة؟ أنا علمتكم الطريقة بتاعت دي. شايف العضلة الكيرف بتاع العضلة هنا كيرف عالي كده، مش نازلة مستوية كده أو ستريت، فدي المنقبضة. الحاجة التانية نتأكد لك، بص على الوعاء الدموي ده، الوريد بين العضلة دي أوردة وسط العضلات. إيه اللي حاصل للوريد هنا؟ الجدار بتاعه مضغوط، فالعضلة معناها منقبضة، لكن هنا العضلة منبسطة، يبقى دي العضلة المنقبضة اللي هي حالة رقم كام؟ رقم 1. دي المنقبضة. الشكل المقابل تنتقل جزيئات نقط بالاسموزية. اولا اللي بتتنقل هي الماء. يبقى احنا هنشطب اي كلمة سكر خالص، احنا يا مية من مين لمين؟ المية بتروح من المية الكتيرة للمية القليلة، يعني او خلينا نقول المية بتروح ناحية الاملاح الكتيرة او الذائبات الكتيرة. هنا ذائبات كتيرة، فالمية تتنقل من كده لكده، خلاص، من 2 ل1، من 2 إلى 1، من 2 إلى 1. يبقى المية بتروح ناحية الذائبات الكتيرة. اوكي. الشكل اللي قدامك يمثل حوض انثى. مين فيهم حوض الانثى؟ الضيق ولا الواسع؟ لا اكيد الواسع، يبقى رقم 2، لان الانثى ربنا خالق التجويف الحوض بتاعها واسع، لان هي بتعد الى استقبال جنين وحمل. الشكل الذي امامك يمثل تآكل غضروفي. هل الشكل اللي قدامك ده تآكل غضروفي؟ هل الغضروف هنا متاكل؟ لا، الغضروف موجود ولكن متزحزح من مكانه، فالجملة الاولى دي غلط. ويسبب ألم في المنطقة التي يغذيها العصب. الجزء ده فيه ألم اهو، حتى محمر الجزء ده، بيقول لك العصب اهو، ده العصب الأصفر، العصب دي صفرة فمتألمة، في ألم فيها، لكن ده مش تآكل، ده انزلاق. احنا قلنا في حاجتين، يا إما تآكل غضروف يا إما انزلاق الغضروف، فالمنظر اللي قدامك ده انزلاق الغضروف، يبقى العبارة الأولى خاطئة والتانية صحيحة. المنظر اللي قدامك امامك سببه ايه؟ انا بصيت هنا لقيت عضله فيها قطع. طب عرفت منين قطع؟ لان لقيت الجزء مقطوع اهو وفي نزيف دموي. خلاص، السبب في ذلك ايه اللي يخلي العضله انت كان عندك المراحل، تراكم اللاكتيك، يحصل اجهاد، بعد الاجهاد يحصل شد، لو انت مرتحتش يحدث تمزق عضلي ونزيف دموي. فده المنظر اللي حاصل قدامك. ايه سببه؟ شد عضلي وما كانش فيه راحه. هل بسبب تراكم اللاكتيك؟ غلط. هل حدوث شد عضلي بس ولا شد عضلي عنيف؟ مين الجملة الأدق؟ لا، ده شد عضلي عنيف. ولا حدوث تنفس لا هوائي في العضلة؟ دي جملة غلط. يبقى السبب ان العضلة تتمزق ويحدث فيها نزيف دموي هو حدوث شد عضلي عنيف، حتى بيسموها كف تير. دي عضلة الكف دي توأمية حصل فيها تير قطع. عند أكسدة 5 جزيئات جلوكوز لا هوائيا ينتج منهم الآتي: 5 جلوكوز بيديك كل واحدة تديك 2 اي تي بي فتضرب في 2، ويديك 2 لاكتيك فتضرب في 2، يبقى 10 جلوكوز و10 لاكتيك، 10 جلوكوز 10 حمض لاكتيك و10 اي تي بي، 10 لاكتيك و10 اي تي بي. تمام. خلي بالك بيقولك لا هوائي، وما تنسوش انه بيطلع لاكتيك برضو. الدعامة دائمة، ده سؤال عبيط جدا. الدعامة التركيبية دعامة دائمة. حركة اللمس في المستحية بتحدث امتى؟ اللمس في المستحية اكيد بتحدث بالنهار بس، اصل بالليل كده كده هي نايمة، هتلمسها هتعمل ايه؟ ما مش هتعمل حاجة، ما هي نايمة بالليل منكمشة، يبقى بالنهار فقط. السؤال ده حلو برضو. الهدف الاساسي من حركة الشد في الكرمات ان هي تحمي اجزاء الهوائية من الرياح، تحمي نفسها من الرياح. ده سؤال مباشر في الكتاب. ده سؤال برضو سهل جدا. عندك 10 خطوط زد فيهم 10 كم منطقة ايه؟ بيقولك عندك 10 خطوط زد فيهم كم منطقة ايه؟ ليه معكوسة كده؟ مش عارف. ال10 خطوط زد دول هيبقى فيهم كم منطقة؟ هيبقى فيهم 9 ايه؟ 9 ايه؟ خلاص، ده سؤال سهل. هنا المنظر اللي قدامك حاطط دايرة على مين؟ حاطط دايرة على الرباط. ده الرباط، فبيقول لك ايه هنا بقى؟ الجزء المشار ليه وظيفته ايه؟ تحديد اتجاه حركة مفصل القدم. احنا عارفين ان الأربطة بتربط العظام ببعضها وتحدد اتجاه حركة المفاصل او العظام، وقلت خلي بالكوا دول وظيفتين ما تنسوش. اي الجانبين اسرع في النمو؟ اكيد الجانب البعيد. ده الجانب الملامس اللي هو 2، وده الجانب البعيد، يبقى مين اسرع في النمو؟ الجانب رقم 1 اسرع في النمو، البعيد. هنا يقول لك المسؤول عن حركة اللمس في الشكل المقابل هو مين؟ الأكسجينات ولا حركة الماء عبر الانتفاخات والمحاور؟ لا، حركة المية. اتفقنا ان المستحية المسؤول عن حركة اللمس فيها حركة المية. وباقي ما باقي اي سؤال تاني هيجي لك مسؤول عنه هي الأكسجينات. السؤال ده انا اديته قبل كده وشرحته معاكم في الكتاب بتاعنا، وقلنا العضلة دي في رقم 1، العضلة هنا في حالة انبساط عادية، عضلة في حالة انبساط في وضع الراحة. دي عضلة رجلك انت مرفوعة، شايف الرجل مرفوعة لفوق، فالعضلة دي في حالة انقباض عادي،
العضله منقبضه عادي، حتى بص الكيرف بتاع العضله منقبضه. ايه ده؟ طب ليه العضله دي منقبضه رغم ان رجل الشخص دي على الارض مش مرفوعه، يعني مش عامله اي حركه انقباض؟ ده شد عضلي، شد عضلي، ماسل سبازم، ده شد عضلي. يبقى العضله دي شايف انت الكيرف بتاعها مستويه، يبقى دي في حاله انبساط او راحه. هنا العضله بقت منقبضه عشان الراجل رفع رجله من على الارض، فهو قاصد يعمل انقباض، لكن هو الراجل مريح رجله والعضله منقبضه فده شد. يبقى الحاله الاولى انبساط، الثانيه الحاله واحد انبساط، الثانيه انقباض، الثالثه شد. الاختيار ده. المنظر اللي قدامنا ده استم رسم منحنى للسيال العصبي، يتم رسمه فين بقى؟ شايف هنا ده مستوى الكالسيوم، خلاص، ودي قوة انقباض العضلة اهي، تمام. ايه رأيك لو رسمنا منحنى؟ مين اللي بيخلي الكالسيوم يزيد في المكان اللي فيه الوصلة العصبية؟ السيل العصبي. فاحنا عايزين ايه بقى؟ عايزين السيل العصبي يمثل السيل العصبي يجي الاول، فبعدين مستويات الكالسيوم تزيد اللي هي هنا دي تدخل فتفجر، بعدين الانقباض العضلي يحدث. فيعمل ايه السيل العصبي؟ ترسمه في الاول قبل المنحنيين ولا بين المنحنيين ولا في الاخر؟ لا، ده يسبق المنحنيين، يسبق المنحنيين، لان مفيش كالسيوم. مستوى ناتج الكالسيوم في الحته دي، في المنطقه اللي فيها التشابك، مش هيزيد غير لو جه السيال العصبي. السؤال ده ممكن يكون صعب شويه ومحتاج كان توضيح سنه مني، بس مش مشكله، شاطرين وكنتوا اكيد هتجيبوها. العلاقات الآتية صحيحة. مين من دول صح؟ هنا انسولين الدم، انسولين الدم، انسولين الدم، انتاج الكبد للجلوكوز، انتاج الكبد للجلوكوز. كل ما كان فيه انسولين الكبد بيخزن جلوكوز مش بينتج، فالمفروض كل ما زاد انسولين الدم بيقل انتاج الكبد للجلوكوز، ده مش هيطلع، ده هيحوش، فيشيله في صورة جلايكوجين مش ينتجه للدم. هنا هرمون بناء وهدام، ده كلنا عارفينه انسولين، لان بيحرق في الخلية جلوكوز وبيشيل لنا في الكبد جلايكوجين وفي الجسم دهون، يعني بنى وهدم. اما الهدام هو مين؟ هو الثيروكسين، الثيروكسين انسولين ثم الثيروكسين. اللي هدام ده الثيروكسين. بيقول لك هنا ايه؟ قام شخص بإجراء تحليل التي اس اتش وهو لا يعاني من مشاكل في النخامية، والتحليل موضح أمامك. ده الريزلت، طلعت النتيجة 10.5، أما النورمال بتاعه من 5 من نص لحد 5، معنى ذلك إن التي اس اتش عالي، تمام. الشخص ده ما عندوش مشاكل نخامية، فإيه رأيك إيه اللي يخلي التي اس اتش يبقى عالي؟ اللي يخلي التي اس اتش ده يبقى عالي بتاع النخامية إن الدرقية دي مش بتفرز، فأكيد الثيروكسين فيها ماله قليل، فدي حالة مين اللي بيبقى فيها ثيروكسين قليل؟ الميكسوديما. هرمونان يتحكم في افرازهم نسبة المادة في الدم. اكيد حاجة ليها علاقة بالسكر وحاجة ليها علاقة بالكالسيوم. هل الادرينالين؟ لا. هل الانسولين باراسيرمون؟ الانسولين بيتحكم فيه جلوكوز والباراسيرمون كالسيوم. الانسولين تمام، الثيروكسين لا، مش مادة في الدم. الجلوكاجون والنمو مفيش حاجة بتتحكم فيه من مواد الدم، خلاص. دول النمو بيتحكم فيه النخامية، اوكي تمام. يبقى اللي بيتحكم فيه مواد الانسولين، في جلوكوز كتر في الدم يطلع الانسولين، الباراثرمون نقص الكالسيوم في الدم يطلع الباراثرمون، فدي بيتحكم فيهم نسبة مواد في الدم. هرمونان لهما دور فعال اثناء فترات الصيام، كلنا عارفينه. الاي دي اتش بيجيب لك ميه، والجلوكاجون يوفر لك جلوكوز وانت صايم، يبقى دول الاثنين. هنا نوع المحفز لافراز هرمونات الجزء س وص على الترتيب. س دي قشره، ص ده نخاع، خلاص. اللي بيتحكم في القشرة ده الغدة النخامية يعني هرموني، أما اللي بيتحكم في النخاع ده عصبي، الجهاز العصبي، يبقى هرموني عصبي. أي الآتي غدة مشتركة، كلنا عارفين الغشاء المبطن للمعدة بيفرز هرمون اسمه الجاسترين، وبيفرز عصارة معدية، يعني طلع عصير وطلع هرمونات، يبقى ده غدة مشتركة. هرمون بناء للدهون هو قلنا الانسولين، وده بيعاقبك لما تاكل سكر كتير يخليه لك في شكل دهون. اي الهرمونات الاتيه تاثيره اسرع في رفع ضغط الدم. مين من دول تاثيره سريع في رفع ضغط الدم؟ اكيد حد سريع يعني يتحكم في الجهاز العصبي، يبقى اكيد ده الادرينالين، تمام. الادرينالين بيرفع ضغط الدم اثناء الطوارئ. هرمون يؤثر على نسيج غدي قنوي. مين الهرمون الغدي اللي جاي من غدة راح لغدة بس غدة قنوية طلع منها اللبن؟ ده البرولاكتين. س وصاد، ده منظر واضح فيه هنا جرات الدرقية، يبقى ده خلفي، اما ده هنا مش واضح فيه جرات الدرقية فده امامي. اي الحالتين لا يكون هناك تناسق في اطوال اعضاء الجسم، مفيش تناسق. مقلبص منظلظ، رقبته تخينة وراسه تخينة ورقبته قصيرة، فده مرض القماءة. لكن القزامة بيبقى فيه تناسق،
بتاع هرمون النمو، لكن القماء بتاعت نقص الثيروكسين في الأطفال ده بيبقى دنيا ملخبطة بالنسبة له. هرمون يمكن استخدامه لإنعاش مريض توقفت عضلة قلبه، قلنا ده الأدرينالين، لأن ده كان بيتحقن زمان في القلب نفسه ودلوقتي بيتحقن في الوريد عشان يزود انقباض القلب ونلحق الشخص لما يحصل له أرست أو يموت. ده حل الامتحان يا شباب. اتمنى تكونوا بتذاكروا كويس. الاسئله دي قويه جدا وانا عارف ان هي تقيله، في بعض الاسئله تقيله ان هي تتاخد في البدايه كده وانتوا لسه يعني بتعافروا، بس انا عايز اخلي المستوى بتاعكم يعلى في الاول عشان خاطر تبقوا ما تتصدموش في الاخر وتبقوا ماشيين بليفل عالي من دلوقتي وتيجوا اخر السنه ترتاحوا. ده المنطق الصراحه اللي ماشي فيه السنه دي، وان شاء الله تعرفوا قيمته في اخر السنه. ربنا معاكم وشكرا لالتزامكم.